خلي بالك في فخ علشانك، خلي بالك دايما وانت بتشوف الاعلانات العقاريه، الاعلانات هي خدعه نفسيه. الماركتينج وعلم التسويق بيقوم اساسا على الحيل النفسيه. يعني ممكن تلاقي اعلان بيدفعك انك تاخد قرار شراء عقار او اي منتج عادي بناء على قرار عاطفي وباستخدام العقل اللاواعي بتاعك، مش بالعقل والمنطق. زي ما تروح تشتري في مشروع عشان المطرب المفضل بتاعك او الممثل الفلاني او لاعب الكرة العلاني عامل اعلان للمشروع دوت، فمش عشان ان الشخص ده او المطرب الفلاني او الممثل العلاني او لعيب الكرة الفلاني اشترى في المشروع ده فان ده مشروع ناجح. وعلى فكرة بقى، احسن المطورين واحسن المشاريع ما بيعملوش اعلانات للمشاريع بتاعتهم خالص، واول ما بينزل تنويه بس على المشروع كله بيتباع وبيخلص من غير ما حد ما يحس بيه. واسهل طريقة انك ما تقعش في الفخ ده هو انك تاخد بنصيحة واحدة من اتنين، يا اما تاخدها من مستثمر قديم له خبرة في السوق، باع واشترى اكتر من مرتين 3 ويكون بيكسب لمرة يكونش بيخسر الاستثمارات بتاعته اللي عملها قبل كده، زي صاحبنا الاستاذ عبد الصبور حكيت لكم عنه من قبل. او تروح لبروكر شاطر فاهم وحافظ السوق يقدر يدلك على احسن اختيار بالارقام والخبره وبالاعتماد على تاريخه السابق في البيع والشراء والمشاريع اللي خسرت قبل المشاريع اللي كسبت. اتصل بيا واذا محتاج اي استفسار انا تحت امرك. اعمل لايك وفولو عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي بتنزل بعد كده. شكرا، مع السلامه.